لو انت جديد في البورصة فأكتر حاجة هتلخبطك إنك تشوف سهم طالع النهاردة نازل بكرة وتقول السوق ده عشوائي. طيب الشركة هي نفس النشاط، نفس المصنع، نفس الناس، يبقى السعر بيتحرك ليه؟ في الحلقة دي هنشرح حركة السعر، بس احنا هنفهم عقل السوق علشان لما تشوف أي سهم جايش تسأل اشتري ولا بيع تبقى فاهم هو بيتحرك ليه أصلا. قاعدة رقم واحد: السعر نتيجة مش سبب. أول حاجة لازم تثبت في دماغك إن السعر نتيجة مش سبب. السعر طالع علشان حاجة حصل، السعر نازل علشان حاجة حصل، لكن السعر نفسه مش هو اللي بيقرر. أي حركة وراها قرار شراء أو بيع، والقرارات دي طالعة من بشر، والبشر ليهم دوافع ومشاعر وأخطاء. السبب الأول والأهم: العرض والطلب الحقيقي. خلينا نبدأ بالأساس، العرض والطلب. أي سوق في الدنيا بيشتغل بالقانون ده، بس في البورصة الموضوع أسرع وأعنف شوية. شرح مبسط: السهم ليه كمية معينة في السوق، لما الطلب يزيد والسهم المعروض قليل السعر بيطلع، مش علشان هو حلو، لكن علشان في حد عايزه. نقطة مهمة: مش كل طلب بيبقى حقيقي، ومش كل بيع بيبقى بيع خوف. في طلب استثماري وطلب مضاربي وطلب وهمي، وده موضوع حلقة كاملة لوحدها. ملحوظة خطيرة للمبتدئ: ممكن سهم ممتاز وسعره ينزل بس علشان مفيش طلب دلوقتي. السبب التاني الأخبار وتأثيرها. الأخبار في السوق سلاح ذو حدين، مش بس لأنها معلومة، لكن لأنها بتحرك مشاعر الناس. خبر إيجابي: أرباح أعلى، توسعات، صفقة جديدة، الناس تفسيرها الشركة قوية تدخل تشتري، السعر يطلع. خبر سلبي: خسائر، مشاكل، تحقير، إشاعة حتى لو مش مؤكدة. الخوف بيشتغل عند الناس تبيع فورا، السعر بينزل. بس خد لي بالك، السوق أحيانا بيبالغ، يطلع أكتر من اللزوم أو ينزل أكتر من اللزوم، وده بيفتح فرص للفاهم مش المتسرع. السبب الثالث: نفسية المتداول. دي بقى أخطر حاجة في السوق، النفسية. السوق مش شاشة، السوق بشر بيغلط وبيطمع وبيخاف. مثال واقعي جدا: سهم بدأ يطلع، ناس تدخل بدري، ناس تاني تدخل متأخر خوفا من فوات الفرص. فجأة ناس قديمة تبيع، السعر بينزل، متأخر بيخسر، ويقول السوق نصاب. الحقيقة السوق ما عملش حاجة غلط، بس هو كشف خطأ نفسي كبير، كسر مفاهيم غلط. خلينا نكسر شوية أفكار غلط. السوق طالع يبقى فرص، السوق نازل يبقى خطر، السعر الرخيص سهم كويس، السعر العالي سهم غالي. ده كله غلط. اللي يهم ليه طالع أو هو ليه نازل، الحركة حقيقية ولا نفسية. الخلاصة الكبيرة: السهم بيتحرك بسبب عرض وطلب، أخبار، نفسية الناس. لو فهمت التلاتة دول هتبطل تدخل متأخر، تخاف زيادة، تطمع زيادة، وهتبدأ تشوف السوق بعين مختلف. طيب ازاي اعرف ان الحركة اللي حصلت دي حقيقية مش لعبة ولا وهم؟ وده اللي هنعرفه في الحلقة الجاية. يعني ايه طلب حقيقي في السوق؟